كتبت السكرتيرة بارك إلى الوزير تخبره أن وظيفة المطبخ الملكي مريضة ويجب اختيار شخص بديل لها. فقال لها يجب علينا اختيار شخص ضعيف يطيع أوامرنا نحن فقط. في نفس الوقت كانت الوظيفة جانج تقوم بالغناء للأطفال في مطبخ تحضير صلصة الفول الصويا التي كانت هي مسؤولة عنه. ثم فجأة جاءت إليها الوظيفة مين وقالت لها إن السكرتيرة الملكية تطلب حضورك فورا. فقالت لها هل تعرفي لماذا تطلبني؟ فقالت لا. أخبرتها السكرتيرة إنها سوف تكون الوظيفة الأولى للمطبخ الملكي. فقالت لها أنا لا أريد هذا المنصب. فقالت لها أنت أقدم وظيفة هنا ويجب عليك أن تنفذي الأوامر. كانت الوظيفة جانك تعرف أنها سوف تكون كدمية للمنصب وإن تشوي هي المتحكمة الأولى في المطبخ الملكي. أثناء خروجها قابلت سكرتير الملك وقال لها هل فعلا أصبحت الوظيفة الأولى للمطبخ الملكي؟ فقالت نعم سيدي. فقال لها أعرف أنك قوية ولن تسمحي لهم أن يعاملوك كدمية. فضحكت جانج. وبدأ التحضير لحفل تنصيب الوظيفة الأولى للمطبخ الملكي وحضر جميع وظيفات المطبخ لتناول الطعام. فدخلت عليهم الوظيفة جانج وألقت عليهم التحية. ثم لاحظت جلوس جوم يونج بجانبها فقالت لماذا أنت هنا؟ فردت شوي وقالت إن جوم يونج هي من تتذوق الطعام أولا لقدرتها على تحديد مكونات كل طبق وكتدريب للفتيات على التذوق. فعرفت الوظيفة جانج أن تشوي تضع بنت أخيها في مكانة أكبر من الفتيات الأخريات. فقالت لجوم يونج تذوقي هذا الطبق الذي صنعته بنفسي وقولي لي هل استخدمت السكر أم الخل في هذه الوصفة؟
فقالت جوم يونج إن طعم السكر واضح في الطبق. فطلبت الوصيفة جانج من الجميع تذوق الطبق. ثم قالت لهم: هل يوجد أحد معترض على كلام جوم يونج؟ فجأة ظهر صوت جونجوما وقالت: أعتقد أنه خل وليس سكر. فنظر لها الجميع. فتذوقت هاني وتشوي الطبق مرة أخرى، وقالت الوصيفة جانج لها: لماذا تعتقدي أنه خل؟ فقال جونجوما: لأني تذوقت طعم الخل في اللحم، وأعتقد أيضا أنه خل برسيوم الناعم. فضحكت الوصيفة جانج وقالت لها: أنت من تتمتع بحاسة تذوق رائعة. فنظرت إليها جوم يونج بحقد. وقالت جانج: نعم، إنه خل برسيوم الناعم الذي يمتاز بطعمه المسكر ويعطي مذاق طيب. ونظرت إلى جونجوما وقالت لها: لقد أحسنت يا صغيرة. ونظرت إلى جوم يونج وقالت لها: يجب أن تعودي إلى مكانك وسط الفتيات وتدربي جيدا. فغضبت شوي لسماع هذا. ونظرت إليهم جميعا وقالت: هيا كلوا جميعا. لكن نظرات جوم يونج إلى جونجوما كانت بداية الحقد والغيرة والكره في قلبها منها. جلست تشوي مع جوم يونج في غرفتها، وكانت جوم يونج تبكي، وكانت تشوي غضبانة من إهانة الوصيفة جانج لها، وهي كانت تعتبرها دمية تسمع كلامها، لكن العكس هو ما حدث. وكان هذا الأمر هو من أشعل نار الغيرة والحقد في قلب جوم يونج. انتظروني الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أحبكم في الله.